سمعت العيطة في الجنان ما يصحاب ليش انتيا. سمعت العيطة في الجنان ما يصحاب ليش انتيا. منذ السطر الأول حدد مغني العيطة نوع فنه. العيطة نادته حبيبته. سمعت العيطة في الجنان. مكان الحب ما هو؟ مكان رونديفو. في هذا السطر يعطيك فكرة حول مكان الحب وموضوع الأغنية ونوعها، أي تجنيسها بلغة أكاديمية. أتناول هذا الموضوع لأن مهرجان مراكش للفنون الشعبية يكرم العيطة. اشتغلت على هذا الموضوع لسنوات طويلة، كلما سمعت العيطة أسجل نقاط، والآن جاء الوقت لكي أقدم موجز صغير حول الموضوع. سمعت العيطة في الجنان ما يصحاب ليش لي انتيا. ماذا حصل لهذا الحب؟ شاخ ملي كان الحب جديد كنت كتلقاه تما، ملي طول الحال زلالي يا زلالي يطول الحال وتنساني، فهو لم يعد يهتم. لذلك الحب يحتاج حسب العيطة إلى التجدد. غدا الجديدة دير حب جديد. العيطة كفن شعبي يؤرخ لتاريخ المغرب. أنا أكره التنظير واللغة الأكاديمية التي لا تقدم أمثلة مغربية. أقول لك سأحلل الخطاب السيميائي البلاغي الإقناعي في العيطة. أعطيني مثال. مخي ما كيشد والو، أنا كيشد فقط الأمثلة المغربية. قال المغني العيطة: روح يا الليل يا خويا وعقب يا الزين، يسمي الليل أخاه. الليل خوه ماشي عدوه. عقب يا الليل يا خويا روح يا الليل وعقب يا الزين، يرسل الليل ويستقبل حبيبته. ماذا قال لها؟ ويلي ويلي كن مانتي من عقب ما نطل. كان سيعتكف ويغلق بابه. روح يا الليل يا خويا وعقب يا الزين، ويلي كن مانتي من عقب ما نطل. موالين الزين إباتوا من الزين. كيف ذلك؟ أعطيتها الماحية ردتها عليا، أعطيتها رباعية ردتها عليا، أعطيتها ريال ضحكت عجبها الحال. كان هذا الثمن في زمن مضى. أعطيتها ريال ضحكت عجبها الحال. ما الذي رآه؟ ويلي 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 سنك تبروري عرش في الجبال. الأسنان كيف هي؟ مصقول عوارضها. هذه العيطة. المشهد هو هذا: موعد، ليل، مكان، حدث. بالأسئلة الخمسة التي أستخدمها كطريقة للتحليل لتناول المحتوى ومعالجته وتنظيمه. أين؟ في الليل. متى؟ في الجنان، تحت الشجرة. وهذه الشجرة لها مكان رهيب في العيطة، مول التوتة ومول الزيتونة. أنا أقرأ لأن يستحيل هذا الذي أقوله، يستحيل قوله ارتجالا. مكتوب في وقت طويل، يعني الذي أقوله مكتوب في أكثر من 10 سنوات. سأقوله في 5 دقائق، ولكن نتيجة بحث. أعطيتها رباع الماحية ردتها عليا، مسلمة هي. أعطيتها رباعية ردتها عليا، ما بغاتش الفلوس قلال. أعطيتها ريال ضحكت عجبها الحال. ويلي ويلي سنك تبروري عرش في الجبال. يؤديها نسيم حداد بطريقة رهيبة. الريال كعملة تشير للتاريخ. هنا وظيفة العيطة تؤرخ للمغرب. الريال الحسني ظهر في 1881.
ومنه الرباعية والقرش وهلم جرا. إذن فالعملة واستخدامها وقيمتها تشير إلى لحظة زمنية. طبيعة الحال ذلك الوقت الريال. بعد ذلك سيقع ولد قدور سيكتشف أن الحب انهار ثمنه. قال وراه النشاط تفلس وعاد بالحمص. النشاط تفلس وعاد بالحمص. توجد أغنية أمازيغية عن هذه الشابة تختار عجوزا لديه نقود تشيخ سويخ يخ الذهب وتفضله على شاب يأخذها لتأكل عباد الشمس. الزريعة مفلس تؤرخ العيطة لتاريخ المغرب. هذا مثال. روح يا الليل يا خويا وعقب يا الزين. وهد عقب أن الزين دائما يوجد في مكان عالي. العقبة أن الذهاب إلى هذا الجمال صعب ومكلف، وبالتالي يقول لها بأنه عندما يذهب فهو يتعب. سيشرح ولد قدور هذا المشكل وهذه المسافة. قال لها وما لقيت ركابي لذوك العقابي. عندما كان شابا كان يصعد الجبل، وعندما شاخ لم يعد يستطيع أن يصعد الجبل. قال ما لقيت ركابي لذوك العقابي. غير الزمن حال جسده. للزمن قيمة كبيرة في الثقافة الشعبية وفي العيطة الشعبية. خليني يا الميمة نبيع شبابي ما حدو غالي. كل مر الزمن هذا الشباب فقد قيمته في سوق الزين والزهو الذي ترصده العيطة. العيطة لا تتكلم عن الزواج، تتكلم فقط عن الحب المؤقت. تتكلم عن الحب المؤقت. الحب الزواج مائل. مثال سلبة يا بنت أمي خاطري هاني لحبيبي لمن جاني. وتلقى السالف بين رجليها يتخالف. واخدا الشارف فيه بوت فتاف والتالف. تحية للشابة التي كانت تغني هذه الأغنية بأداء رهيب. سيري سين واخدا الشارف فيه بوت فتاف وتالف. طلقة السالف بين رجليها يتخالف. مزوجة ومع ذلك دازت عليا بالعاني دايرة الحناني حيت عرفتني زهواني. سلبة يا بنت أمي خاطري هاني لحبيبي لمن جاني. تلقى السالف بين رجليها يتخالف. انظر الجمال أين هو. بلغ طول شعرها قدميها وليس رمانتيها كما تقول جدتي. تلقى السالف بين رجليها يتخالف. واخد الشارف فيه بوت فتاف وتالف. ما خدامش هذاك، خدام أنا. دزت عليا بالعين دايرة الحناني. دزت عليا بالعاني حيت عارفاني زهواني. هذه الأغاني أفضل من أداها هي حادة وعكي. حادة وعكي التي تغني بالعربية وبالأمازيغية بأداء مذهل لم تحصل على حقها، بينما جاء مغنون أعادوا أغانيها وحصلوا على الملايين وثروة رهيبة. قلت تكتب الأغنية تاريخ المغرب. قال ولد قدور عن خريب قول الفوسفات كون مالو فيس كون راك خميميس. كنت راعيا أو خماس. خماسة بالخبزة هذه العبودية المغربية. خماسة الأقنان السارف سيرفاج في أوروبا. المقابل تاعو في المغرب والخماس. كون ما لوفيس كون راك خميميس. لوفيس فوسفات.
آه، قلت بأن العيطة تتغنى بالزهو، ولهذا ثمن. الذي يقع في الحب ماذا قال لأهله؟ بغيت حقي طوب، يريد أن يقسم الأرض لكي يتبع حبيبته. ماذا قال لها؟ زينك يا طوطو راه بشروطو، زينك يا طوطو راه بشروطو، انت طريق الكياس وما تقبطيهاش. اواه، طريق الكياس وما تقبطيهاش. من صنع طريق الكياس في المغرب؟ استعمار الفرنسي. كان عندنا لابيست تراب المسرب، جا استعمار دار طريق الكياس. إذا فالأغنية تكتب تاريخ المغرب الاجتماعي بعمق لا يمكن تخيله. تاريخ الاجتماعي، المغرب الاجتماعي هو تاريخ الكدح. راه بان لي البياض وانا جاي من الحواض، كان خدام بالعتلة، كان في الجنان. هذا في الجنان كيخدم، ماشي ديال رونديفو، هذا الجنان ديال الكدح. هذاك اللي عنده الزهوان يوم الفلوس اللي عطى الريال، اما اللي ما عندوش فهو كادح. هذه الأغاني ترصد تاريخ المغرب. قلت أن للعيطة الزمن موقع كبير في العيطة. كتبت تحليل تركيبي، وهذا رسالة الذي يقول لك أن هذا الذي تكتبه أو تقوله من الذكاء الصناعي. ابحث لي عن هذه الجملة. تقول العيطة: خليني يا لمي ما نبيع شبابي حدو غالي. أعلن المطلب، ديريها لها. بعد أن باع ماذا قال؟ ندم، خايف لا تكون قاسي وتمرتني في نعاسي. عبر عن الندم. بعد الندم جاء وقت العزاء، وليا فايت باش ما عطاك الله، وليا فايت باش ما عطاك الله. يحب المغاربة الجمال والزين. الزين ما نفوتو وخا نموت بالحديد، وتكون السلسلة عليا ويكون رسامها جديد. مثلا المغربي يقول: ساعة الزهومة تفوتها وخا يكون بقطيع الراس. الزين ما نفوتو وخا نموت بالحديد، وتكون السلسلة عليا ويكون رسامها جديد. يمكن لشخص متخصص في اللغة والنطق أن يلاحظ بأنني أشلح العيطة لأنني أحفظ الأغاني بالأمازيغية، وأنا لم أتعلم العربية إلا بعد 11. إذن أتكلم في الأمازيغية، وتعلمت الفصحى في المدرسة. أنا الدارجة لا أعرفها، أجد صعوبة في استخدام الدارجة. كنت أتكلم الأمازيغية في الشارع والمنزل والدار والحقل وخلف البقر، وأتكلم الفصحى في المدرسة. الدارجة لم أعرفها حتى سنوات متأخرة. يسهل علي الحديث في الفصحى، وهي ظاهرة حتى في سوس في أكادير. يسهل على الشخص الحديث في الفصحى على الحديث بالدارجة، وهذه مسألة أخرى ليس موضوعنا الآن. مهم، الزين المغاربة كيحبوا الزين، كيحبوا زياش. هذا الأغنية عندما تؤرخ المغرب الاجتماعي قد تؤرخ العواطف. وحبيبي طويل ومجرد وأنا قصيرة، حبيبي طويل ومجرد وأنا قصيرة، وإلا مت بين يديه أهلي يسامحوا. طوب، هذا سوسيولوجيا المجتمع. لن يطلبوا الدية. في مجتمعات أخرى العين بالعين، القصاص، القتل. في المغرب لا يقتلون، يطلبون الدية، لأن البشر قليل يجب الحفاظ عليه. الفلوس تمشي وتجي، البشر هو المهم. يطلبون الدية.
إحدى الشابات ذات يوم سمعتني أشرح هذا وقالت: لن تموت بين يديه. قلت لها: هو طويل وهي قصيرة، ليش ما تموتش؟ قالت لي: شوف أخاي الصباع ما مقدينش، ملي كيتجمعوا واحد على واحد كيتقادوا. تحية. هذا السوسيولوجيا، الحب والعاطفة والمجتمع والاقتصاد وطريق الكياس. ودابا نمشيو للسياسة. ولد قدور شدني ودبزني حيت مخزني. سيدي محمد اللي زارك ما ينكد. سيدي نبداو خلينا في السياسة والمخزن. شدني ودبزني حيت مخزني، هذا هو السبب. في تاريخ المغرب يعرفون بأن الملكية هي النظام الذي يمكن أن ينقذ المغرب. قال صاحب العطاء: إلا بغيتي هات زيان شوف مول الديوان. إلا بغيتي هات زيان شوف مول الديوان. فؤاد عين الهمة. شرح الواضحات، شرح العطاء بالمصطلحات الآنية. إلا بغيتي هاد زيان شوف مول الديوان الملكي اللي شاد هذاك السيكتور تما بكل تعقيداته ليتفاهم مع القبائل إلى آخره. النظام السياسي موجود في العطاء، مكشوف ومشروح. ومن لا يتفهم هذا يسخر منه ولد قدور لأنه يطلب المستحيل ويقول له: وتراه بغيت الكرموس من الكاليبتوس. بغيتي الكرموس من الكاليبتوس؟ لا، الكاليبتوس هذا استعماري، شجر لا ينتج في المغاربة، لا يزرعون شجرا لا يثمر. الاستعمار جاءهم بالكاليبتوس. في كل الأغاني هناك افتخار بالجمال مقرن بالمال. ماذا قال؟ أعطيتها ريال ضحكت عجبها الحال، ويلي ويلي سنك تبروري عرش في الجبال. الزين المال. اش داك تمشي للزين وانت يا راجل مسكين؟ الفقراء ممنوع عليهم الجمال. ثم هذا الجمال منذ سكنت الدار البيضاء بدأت تدخلني شكوك غريبة. أعتقد الجمال مرتبط بالتغذية والأغنياء. بنات الأغنياء لواتي يأكلن ما يريدن ويستيقظن متى يريدن، كما قال الشاعر الجاهلي: نؤوم الضحى ناعمة الكفين. واش انت كتحرط وكتسرح 10 سوايع تقول لي غتكون الزين؟ ما غيجيك الزين. قلت شي كترشي. علاقة الجمال بالنقود. قلت لا بد من الدفع. آخر أغنية موجودة الآن على مواقع التواصل الاجتماعي من العطاء. أدت مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتشار رهيب للأغاني الشعبية والفنية. تقول الشابات الثلاث في الفيديو: حنا عودات ما يوردنا غير اللي يقد بينا. حنا عودات. هذا ثقافة الزين. شوف الطفلة كي سرتي وتقول من خيل عبدة ستاتي. شوف الطفلة كي سرتي وتقول من خيل عبدة. السراتة وهاد المرأة والعودة راه تشبيه. حنا عودات ما يوردنا غير اللي يقد بينا. الجملة طاهرة، الجملة طاهرة. حنا عودات ما يصاحبنا غير اللي يقد بينا. ايوا ديك يشربنا راه عندها معنى. أو إذا ما نتسخ العطش في له دلالة خاصة في الحب. يسخر ولد قدور من الحب ومن الوقوع فيه. وراه كويتيني والكياجات قاعية. يبحث عن الشرح.
أنا لا أستطيع أن أقول كل هذه الأشياء لأن الفيديو سيصبح طويل. العيطة تتغنى بالأولياء الصالحين، تتغنى بالأولياء الصالحين. هذا موضوع آخر معقد. حبسوا البقر تيدوز البودالي الوالي. كتب أحمد توفيق في كتابه في تحقيقه التشوه بأن الأبدال هم أعلى مرتبة من الأولياء في الأولياء. القطب المشارقة في المغرب كيقول الأبدال البودالي. في التشوف صفحة 209 يتحدث عن الأبدال باعتباره منهم أقران أبو شعيب وأيوب السارية. في المغرب صار الولي سارية رغم أن هذا ممنوع في العهد القديم. أيوب السارية هذا طويل جدا. أن هذا الولي الصالح الذي بلغ مرتبة الأبدال لا يتزوج يبقى أعزبا. هنا يمكن اكتشاف تأثير التصوف المسيحي على التصوف المغربي. حبسوا البقر تيدو الصالح لا يمكن، ليس البقر، يقصد العامة. هناك ترتيب في المرور، يجب أن يمر أولا الأولياء الصالحين. لن أجيب، هذا أجبت عنه في بحث دكتوراه. كيف ينظر الأولياء للعامة كما ينظر المثقفين الآن للعامة، وكما ينظر إلي الآن مثقف عندما أستخدم الدارجة أو مثال ساخر يعتبر ذلك أنه تنازل أكاديمي. إن هذا الشرح الذي أقوم به أسهل من قراءة ورقة حول إن العيطة فن تقليدي قديم ظهر في المجتمع المغربي وما زال يستخدم إلى اليوم.